كده ان شاء الله عايزينكم تصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نعطر المكان، وخلي بالك اللي مش هيصلي هنكتب اسمه، هنكتب اسم اللي ما يصليش على سيدنا النبي ويعلي صوته بايه؟ مش بالغنى، هيعلي صوته بايه؟ بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب ليه هتصلي على سيدك النبي؟ قول لي ليه؟ لان هناك ملك يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صليت عليه قال هذا الملك للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلان ابن فلان صلى عليك يا رسول الله. صل على الحبيب. ما سمعتش؟ صل على الحبيب. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي ميزنا بالعلوم وقضى ألا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال في ذلك قولا بليغا متينا أزليا سرمديا. والذي أنزل القرآن يتلى على رؤوس الأشهاد بكرة وعشيا. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة القولية والمعجزة اللفظية، قارئ القرآن بلا ورق، مستعيذا بالذي خلق من شر غاسق إذا وقب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الحق تبارك وتعالى قد جاءكم من الله نور. صل على النور، صل على الحبيب، صل على البشير، صل على الهادي. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويقول صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نورا أضاء لها قصور الشام. فعن دعوة إبراهيم عليه السلام في قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أي يا ربنا ابعث في هذه الأمة التي هي من ولد إسماعيل عليه السلام والذي وضعه إبراهيم عليه السلام مع أمه في مكة بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة أي السنة ويطهرهم من الشرك وسوء الأخلاق والرذائل إنك أنت العزيز أي الذي لا يمتنع عليه شيء، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. فكان صفوة الخلق محمد صلى الله عليه وسلم خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العجم والعرب، خير النبيين لم تحصر فضائله مهما تصدت لها الأسفار والكتب، خير النبيين لم تحصر فضائله مهما تصدت لها الأسفار والكتب، خير النبيين لم يكرم به أحد، وهكذا الشمس لم تكرم بها الشهب، واهتزت الأرض لمولده إجلالا شبيهة بعروس هزها الطرب. صل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي هذا الحبيب
هذا البشير النذير الهادي الأمين، صل عليه صلى الله عليه وسلم. واجب علينا أن نحبه، والله واجب علينا أن نحبه. ولتعلم أخي الكريم بأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم والله ليست هي سنة من السنن، ليست نافلة من النوافل يجوز لك فعلها كما يجوز لك تركها، فإن فعلتها أجرت عليها وإن لم تفعلها فلا شيء عليك. لا والله، وإنما محبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي فريضة واجبة على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يكون محبا وأن تكون محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلن يقبل الله عز وجل إيمان عبد ولا عمل عامل إلا إذا كان مصحوبا بمحبة من؟ بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. صل عليه صلى الله عليه وسلم. لماذا نحب النبي؟ لماذا نحب النبي؟ لأنه رسول الله اختاره ربه من بين خلقه، فهو أفضلهم وهو أكرمهم وهو أكملهم وهو أشرفهم. اسمع، يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب فاختاره لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد خير القلوب قلوب أصحابه فجعلهم وزراء لنبيه. صل عليه صلى الله عليه وسلم. لماذا نحب النبي؟ لماذا نحب النبي؟ لأنه بابنا إلى كل خير، لأنه طريقنا إلى الجنة. فوالله ما ترك بابا من أبواب الخير إلا ودل أمته عليه، وما ترك بابا من أبواب الشر إلا وحذرنا منه صلوات ربي وسلامه عليه. لماذا نحب النبي؟ لأنه شفيعنا، لأنه شفيعنا يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم العرض على رب الأرباب وخالق الأرض والسماوات. صل على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نحب النبي؟ لماذا نحب النبي؟ لأن المرء يحشر مع من أحب. اسمع معي، جاء في تفسير الإمام القرطبي رحمه الله أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شديد الحب لرسول الله قليل الصبر عنه. أتاه يوما وقد تغير لونه ونحل جسمه يعرف في وجهه الحزن، فقال له الحبيب: ما غير لونك، ما غير لونك يا ثوبان؟ اسمع إلى كلام ثوبان، فقال: يا رسول الله والله ما بي ضر ولا وجع غير أني لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى أراك، ثم ذكرت الآخرة يا رسول الله فأخاف ألا أراك هناك لأنك ترفع في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء، وأنا إن دخلت الجنة كنت في منزلة هي أدنى من منزلتك، وإن لم أدخلها فلا أراك أبدا يا رسول الله. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما أهمه وما أحزنه لا مال ولا أولاد ولا تجارة ولا دنيا، وإنما الذي أحزن ثوبان بعد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. صل على النبي. فجبر الله عز وجل بخاطره. خاطر من؟ ثوبان
لأنه صادق في حبه لرسول الله. يا من تدعي محبة الرسول، يا من تدعي، وأنا أقول تدعي وليس الجميع، لا أستطيع أن أتهم الجميع، وإنما يا من تدعي محبة النبي وتقول أنا أحب النبي، أنا أعشق النبي، وهكذا ترددها في كل وقت وفي كل آن، وأنت لا تتقي الله لا في قول ولا في فعل ولا في عمل، غير مقتد بقول النبي ولا بفعل النبي. أنت تدعي أو أنت مدعي المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت صادقا في حبك لرسول الله لاقتديت به في قوله وفعله وعمله. أما سمعت قول الحق سبحانه وتعالى إذ يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ليس لأي إنسان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، لمن كان يخاف الله، لمن كان يتقي الله، لمن كان محبا لحضرة رسول الله. صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنزل الله عز وجل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة جابرا لقلب ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يخلص في حبه لحضرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، إذ يقول رب العالمين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجمعنا بهم يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. لماذا نحب النبي؟ اسمع عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اسمع وانظر إلى الحبيب، إلى الهادي، إلى البشير، صل عليه صلى الله عليه وسلم. لم يقل كما قال إبراهيم، لم يقل كما قال عيسى عليه السلام، وإنما رفع يديه إلى السماء وقال اللهم أمتي أمتي وبكى. الله عز وجل جبر بخاطر نبيه وبأمة نبيه، جبر بخاطر أو بقلوب أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال يا جبريل اذهب إلى محمد وقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. صل على النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي في هذه المحبة، هذه البشرى التي يزفها إلينا رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم إذ يقول ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أحاسنكم أخلاقا. وما الحب إلا معرفة والتزام وقرب واقتداء. فمن محاسن الأخلاق ومن مكارم الأخلاق بل من تمامها ومن كمالها أن نحب من علمنا الأخلاق صلى الله عليه وسلم. فاللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. آمين آمين يا رب العالمين. وكل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الكلمة من الدكتور محمود أحمد الصابر، إمام وخطيب مسجد الشيخ الشواتفي، والتي كانت ضمن فقرات هذه الليلة المباركة التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد العارف بالله الشيخ الشواتفي بقرية فرسيس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ونرحب بالأستاذ الدكتور شعبان محمد علي كفافي، العميد السابق لكلية اللغة العربية وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالزقازيق، وضيفا عزيزا على برنامج دلالات في ختام الآيات، وشرفنا أيضا في هذه الليلة المباركة، وهو يعني لا يحتاج إلى شكر لأن هذا المكان هو مكانه، فكل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور شعبان كفافي على هذا الحضور الكريم. سأل رجل أحد العارفين وقال له: ما حال من بكى شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟